سعادة النائب خميس عطية فليتحدث مشكورا. شكرا معالي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الزميلات والزملاء النواب الكرام، تشرفت برئاسة وفد مجلس النواب خلال الزيارة الرسمية إلى بروكسل، حيث عقدنا لقاءات مهمة مع برلمانيين أوروبيين ورؤساء لجان مؤثرة في البرلمان الأوروبي. وقد كان القاسم المشترك في كل هذه اللقاءات هو الإشادة الكبيرة والواضحة بدور جلالة الملك عبد الله الثاني وحنكته في التعامل مع القضايا بالمنطقة. سمعنا تأكيد من الجانب الأوروبي بأن الأردن يشكل ركيزة استقرار في الشرق الأوسط، وأن هذا الدور يرتبط مباشرة برؤية جلالة الملك وقيادته، خصوصاً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحماية المقدسات والشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومكافحة التطرف ودعم مسارات التنمية. كما شدد البرلمانيين الأوروبيين على أن صوت جلالته يحظى باحترام واسع في مؤسسات القرار الأوروبية، وأن موقف الأردن تعد مرجعية في القضايا الإقليمية، وهو ما يشكل رصيداً وطنياً يجب استثماره في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي مع أوروبا. الزميلات والزملاء، هذه الصورة الإيجابية التي لمسناها في بروكسل ليس مجرد مجاملة دبلوماسية، بل هي تقدير حقيقي للأردن بقيادته وشعبه، وهي مسؤولية مشتركة تحتم علينا مواصلة دعم مسيرة الإصلاح والبناء والانطلاق نحو شراكات أوسع تخدم مصالحنا الوطنية. شكراً معالي الرئيس.